بسم الله الرحمن الرحيم. كنافة بالكريمة خطيرة، لونها ذهبي ومقرمشة من بره وطرية من تحت، وبجد طعمها تحفة وريحتها تجنن وأحلى من الجاهزة بكتير. لو أول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. طبعا عاملين كنافة كتير قوي بأشكال كتير قوي في القناة. المرة دي عملناها بالكريمة، خفيفة وحلوة قوي. كل سنة وانتوا طيبين. بصي شكل الكريمة فيها خطيرة وطعمها خطيرة والريحة حلوة قوي، وهقولك على أسرارها واحنا بنعملها. يلا نشوف الطريقة. عايزة نص كيلو كنافة، وعايزة زبدة سايحة، وعايزة معلقتين سكر بودر. أول حاجة هجيب الكنافة وأفرط الكنافة بعيدة عن بعض. أنا مش عايزاها متقطعة حتت صغيرة، أنا عايزاها سليمة كده، بس عايزاها مفرطة كده عن بعضها كلها عشان تشرب السمنة. أنا عاملاها بزبدة سايحة عشان بتديها لون ذهبي حلو قوي. كوباية على النص كيلو، تمام كده. واحط معلقتين سكر بودر، طبعا بيساعد في ان لونها يبقى ذهبي حلو جدا. وادعك الكنافه كويس قوي بالماده الدهنيه بتاعتي سواء كانت زبده او سمنه، والسكر، واخليها تشرب كلها من بعضها. اهي بصي كلها كده خلاص. اجيب صينيه وادهن الصينيه بتاعتي سمنه او زبده، ادهنها كويس قوي قبل ما احط الكنافه. طبعا الكنافة دي أنا عاملاها محشية الكريمة، فأي كنافة محشية نصيحة نحط التلتين الكمية تحت والتلت فوق، محطش النص خالص، أحط التلتين تحت. أفرد كويس قوي وأخلي ليها حواف شوية كده عشان الكريمة ما تخرجش بره، وأضغط جامد على الجزء اللي تحت، على الجزء اللي تحت أضغط جامد. تمام كده. تعالي بقى يلا نعمل الكريمة. فحل على النار أحط كوباية ونص لبن. الكريمة دي مظبوطة قوي، اللي عايز يعرف مقدارها بالظبط. معلقتين سكر ومعلقتين نشا زي ما انت شايفة كده بالظبط. علبة قشطة، وده للي حابب، اللي ما عندوش مفيش مشكلة خالص. يعني هي انا مش بحط فيها سكر كتير لان هي بتبقى طعمها زي القشطة من غير سكر، فانا بس بحب احليها حاجة بسيطة قوي. تمام. اقلب كله على البارد قوي، وبعدين اولع النار واقلب تاني لحد بقى ما تبدأ تتقل. بصي خلاص هتبدأ تتقل. انا عايزاها تقيلة مش عايزاها خفيفة، والمقدار ده بقولك مظبوط جدا. حطي بقى شوية فانيليا كده عليها وقلبي كويس قوي وسيبيها تبرد خالص. بس اجيب بقى الكنافة بتاعتي، تكون الكريمة بتاعتي بردت. شايفة تقلت شوية ازاي؟ احطها في النص، في النص بس. اجيب سباتيول عشان انزل بيها كل الاحرف. اهي كل اللي معايا في الحلة انزله، وابدأ افرد بقى الكريمة بتاعتي. ما اجيبهاش على الحروف خالص، اهي هفردها كلها ومش هجيبها على الحروف خالص. عايزه تحطي معاها مكسرات مفيش مشكله، عايزه تحطي سوداني معاها مفيش مشكله، بس انا حابه ان انا اعملها كنافه بالكريمه بس. ممكن جوز الهند بتبقى حلوه قوي معاها، بس برضو انا حابه اعملها بالكريمه بس، اللي هي بالقشطه. اسمها كنافه بالقشطه، حلوه قوي وطعمها رائع. بصي بقى ده التلت الباقي من الكنافه، انا حطيت التلتين تحت، ده التلت الباقي. اوزعه كويس قوي، واول حاجه اوزعها الاحرف بتاعه الصينيه. تمام. ونصيحه مني، احلى كنافه بتتعمل في الالمونيا. يعني انا جربت في البايركس وكده ما بتطلعش حلوه زي الالمونيا. طبعا ادوس عليها بالراحه زي ما انت شايفاني كده، واكون مسخنه الفرن. ادخلها على الرف اللي في النص لحد ما تبدا تحمر من تحت خالص. اولع عليها الشوايه بسيط تطلع باللون اللي انت شايفاه التحفه ده. الشربات بقى انا طبعا عاملاه معاكي كتير قوي في القناه. شربات الكنافه عشان تبقى معاكي مقرمشه وحلوه قوي، كوبايتين سكر على كوبايه ميه، تمام، نص ليمونه وشويه فانيليا. وهكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. عشان لازم شربات الكنافه يبقى تقيل. اغطيها وشويه واخدها بقى اقلبها. اهو قلبتها. بصي بقى لونها وجماله، الله على شكلها ولونها وجماله، بجد خطيره، ريحتها روعه. طالعه الكريمه فيها حلوه قوي. طبعا الكريمه لما بتسخن فيها بتبقى دايبه كده شويه وسايحه شويه كده، بتبقى طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. جربي وصفتي وبألف هنا وشفا.